مشاهدينا، بانوراما متواصلة وتتابعون معنا في آخر ملفاتنا لهذه الليلة. مع استئناف الحملات الدعائية قبل 4 أيام من الاستفتاء على علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، كاميرون يحذر من أن الخروج هو خيار لا رجعة فيه. 3 أيام فقط ستقرر بريطانيا بعدها مصيرها خلال استفتاء شعبي، إما خارج الاتحاد الأوروبي أو البقاء فيه. ومع اقتراب هذا الموعد الحاسم لعقود من العضوية في هذا التكتل، جدد رئيس الوزراء تأكيده للبريطانيين بأن خروجهم لن يسمح لهم بالتراجع من أجل العودة لاحقا. وفي مقابل هذا التحذير، يواصل المعسكر المؤيد للخروج تأكيده في الحملة الدعائية أنه الخيار الأفضل لبريطانيا. لا عودة للاتحاد بعد الخروج منه، تحذير يطلقه ديفيد كاميرون مجددا قبل 4 أيام من الاستفتاء، وفورا بعد انقطاع الحملة ل3 أيام إثر مقتل النائب جو كوكس العضو في حزب العمال والمؤيدة للبقاء في التكتل الأوروبي. كاميرون شبه زميليه المحافظين بوريس جونسون ومايكل غوف بأرباب عائلة غير مسؤولين يضعون عائلاتهم في سيارة فراملها غير صالحة ووقودها يتسرب، في إشارة إلى المخاطر الاقتصادية في حال خروج المملكة من الاتحاد. لكن رد زعيمي معسكر الخروج يعكس حدة الانقسام السياسي كما تعكسه استطلاعات الرأي الأخيرة. رئيس بلدية لندن السابق اعتبر الفرصة فريدة أمام البريطانيين لتسيير شؤونهم بأنفسهم، في حين أقر وزير العدل الحالي بمخاطر اقتصادية في كلتا الحالتين، داعيا للتصويت من أجل الديمقراطية والأمل، في إشارة إلى ما يعتبره معسكر الخروج اتحادا أوروبيا بيروقراطيا غير ديمقراطي. زعيم حزب الاستقلال اليميني المتطرف وجه آخر من وجوه ذلك الانقسام. في منطقة اليورو فشل الاتحاد، ولنتذكر المستشارة ميركل وهي تدعو المهاجرين للمجيء دون حدود: لا نريد البقاء طرفا في اتحاد فاشل. مسألة المهاجرين وحرية التنقل أوروبيا تثير الكثير من الجدل بين المعسكرين، لا سيما حول تأثيرها في البطالة والسكن. انشغالات الناس حول الهجرة تحتاج إلى التطرق إليها، ولكن دعونا نركز على الجانب الإيجابي للعالم وأوروبا، حيث نكون جميعا أحرارا في التنقل، والجانب الإيجابي للهجرة وفوائدها لاقتصادنا. ومن مفارقات الاستفتاء المقبل أن تكون الوزيرة الأولى في اسكتلندا من أبرز المؤيدين لبقاء بريطانيا في الاتحاد، ففي حال الخروج منه تؤكد ستورجن أن تصويت اسكتلندا بالبقاء يمنحها فرصة ثانية لتقرير مصيرها، على العكس من تأييد الخروج. مصير كاميرون هو الآخر قد يحدده الاستفتاء في حال قرر البريطانيون الخروج، لا سيما أنه يقود معسكر البقاء. أعتقد أن الأمر سيكون صعبا للغاية بالنسبة لشخص كان في واجهة معسكر البقاء وقال ما قاله عن سياسيين آخرين وحول الكارثة التي سيكون عليها الخروج، أن يواصل كرئيس للوزراء. البريطانيون سيذكرون أن كاميرون تسبب في الخروج من الاتحاد بمنحهم الاستفتاء مقابل فوز المحافظين في انتخابات جرت العام الماضي، وفي حال حصل ذلك ستكون بريطانيا أمام تحديات كبيرة بينها خسارة السوق الأوروبية. وفي المقابل يراهن المؤيدون للخروج على الإمكانات الاقتصادية للمملكة واستعادة البريطانيين لسلطة اتخاذ القرار بشكل كامل في وستمنستر. Thank you, Mr. Speaker. I know the whole House will join me in sending أرحب بضيف هذا الملف من لندن سيد باسم العوادي، مدير مركز الصياد للتحليل السياسي. أهلا بك سيد باسم. في البداية، إلى ماذا تشير آخر استطلاعات الرأي قبل 4 أيام من هذا الاستفتاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا لكم لإتاحة الفرصة. رمضان كريم. حقيقة إلى حد يوم أمس أو حد 48 ساعة الماضية كانت أغلب الصحافة البريطانية
تتحدث عن أن كفة الرافضين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي هي الغالبة بنسبة 52% مقابل نسبة المؤيدين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي تعادل 48%. حقيقة الصورة الواضحة وحالة التخويف التي تمارسها الحكومة البريطانية ابتداء من تصريحات ديفيد كاميرون، استعانته في زيارته الأخيرة بالرئيس الأمريكي باراك أوباما، استخدامه حتى للوزيرة الاسكتلندية الأولى ولكثير من الشخصيات الفاعلة الرياضية والسياسية والاقتصادية والفنية. عبئت كثير من الوجوه وكثير من المستويات في بريطانيا من أجل حث الشعب البريطاني على البقاء في داخل دول الاتحاد الأوروبي. لكن رغم ذلك حقيقة من خلال المتابعات اليومية لما يطرح في الصحافة البريطانية أو ميول واتجاهات الشارع البريطاني، حقيقة إن لم تكن كفة الرافضين للبقاء هي الأغلب فإن الكفة متعادلة. وما يؤكد هذا هو استمرار الحكومة البريطانية بالتصريح وحث الشعب البريطاني على البقاء. هذا الاستمرار بإطلاق التصريحات يؤكد وجود مخاوف في أن التصويت قد يكون بلا خلال الأيام القادمة. هل يمكن أن تتغير نتائج هذه الاستطلاعات سيد باسم خلال الأيام الحاسمة القادمة قبل بدء الاستفتاء؟ نعم، من الممكن، لأن كما تعلم الساحة البريطانية حتى في الانتخابات الماضية أو قبلها لا يمكن تنميطها بسهولة جدا. النتائج مثلا الانتخابات السابقة التي فاز فيها كاميرون للمرة الثانية كانت منافسة، قصدي كانت مفاجأة كبيرة جدا، بمعنى أن المفاجآت دائما تحصل في بريطانيا فيما يتعلق بالانتخابات وبالاستفتاءات. من الممكن هناك حملة قوية جدا، كما على ذلك تقريركم الشيق الجميل، هناك حملة قوية استخدمت فيها كافة المستويات. لم تبقى شخصية مهمة ذات علاقة بالسياسة أو بالفن أو بالرياضة أو بالتجارة أو بالمال، ولم تبقى وسيلة إعلامية ما لم يكون هذا الموضوع هو العنوان الأبرز والبونط العريض لها خلال تقريبا الشهر الماضي، وستزداد الحملة خلال الأيام الماضية. هناك احتمالية نعم بتغيير النتائج في الساعات الأخيرة للموافقة في القبول في الاتحاد الأوروبي. طيب سيد باسم، بالأساس لماذا فكرت بريطانيا في الانفصال والانسحاب من الاتحاد الأوروبي؟ يعني ما هي المضار التي لحقت ببريطانيا حتى تدفع بهذا الاتجاه؟ أنا أعتقد هي أغلب المضار مضار اقتصادية وبعض المضار السياسية. بريطانيا كما تعلمون منذ البداية هي رفضت الدخول على أهم قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي هو توحيد العملة، وحافظت على الباوند البريطاني أو الجنيه الاسترليني البريطاني، ورفضت الانسجام مع بقية دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياسة اليورو. أضف إلى ذلك طبعا قصد الهامش الاقتصادي هو دائما ما يقلق الحكومة البريطانية ويقلق الشعب البريطاني. نحن نعيش هنا مثلا نلاحظ أن هناك هجرة مليونية لبريطانيا بسبب توفر فرص العمل وبسبب العلاقات الاقتصادية البريطانية وسمعة بريطانيا وتوسع السياسي والاقتصادي لبريطانيا. مثلا الهجرة بدأت من أوروبا الشرقية وحتى من اللاجئين العرب والمسلمين المتواجدين في الدول الاسكندنافية إلى بريطانيا، في مقابل لا توجد هناك هجرة كبيرة مثلا من بريطانيا إلى أوروبا الشرقية من أجل العمل. الشعب البريطاني يحس بوجود عمالة كبيرة جدا، وهو يعتقد الإنجليز بالتحديد يعتقدون على أن هذه العمالة الكبيرة جدا وأن بعض الاتفاقيات الاقتصادية البينية بين دول الاتحاد الأوروبي وحتى بعض الاتفاقيات الاقتصادية التي كانت سابقا ما قبل دول الاتحاد مبرمة مباشرة بين بريطانيا والدول هي أفضل لمصلحة بريطانيا. المسؤولية باختصار يتحملها كذلك حزب المحافظين وكاميرون الذي ضغط من أجل الحصول على مكاسب من الاتحاد الأوروبي أقرت له قبل شهرين. حاول تهديد الاتحاد الأوروبي إذا لم تقروا لي إصلاحات وامتيازات في الاتحاد فإني سأدعو الاستفتاء. هو دعا إلى الاستفتاء، حصل أعطاه الاتحاد الأوروبي ما يحتاجه من امتيازات قبل الشهرين الماضيين، لكن الاستفتاء تحول إلى حقيقة صادمة الآن. سيد باسم، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي طبعا إذا ما تم وحصل هذا الأمر، هل هذا يعني بداية تفكك الاتحاد الأوروبي؟ وهل هناك دول أخرى ستحذو بريطانيا برأيك؟ نعم، صدرت تقارير تتحدث عن أن من الممكن أن تكون مغادرة بريطانيا مقدمة لانهيار دول الاتحاد الأوروبي، لكن حقيقة أنا
يعني على المستوى المتابعة الشخصية لا أؤمن بذلك طبعا. وأعتقد على أن التصويت بلا من الممكن أن يكون يعني هو الأغلب خلال الفترة القادمة، يعني في يوم الانتخابات. البريطانيون يقولون كندا مثلا هي ليست عضو في الاتحاد الأوروبي، لكنها أبرمت اتفاقيات اقتصادية وسياسية مع الاتحاد الأوروبي حتى كادت أن تعتبر كندا يعني كدولة أوروبية، كدولة من ضمن أحد دول الاتحاد الأوروبي. فما الضير من أن بريطانيا تخرج، ما يقوله البريطانيون بين مزدوجين، ما الضير من أن بريطانيا تخرج من الاتحاد الأوروبي توقع اتفاقيات اقتصادية وسياسية وعسكرية مع الاتحاد الأوروبي مثل ما فعلت كندا، فتكون حاضرة ضمن الاتحاد لكنها خارج الاتحاد. هذا الكلام مطروح جدا. الدنمارك ما بعد هناك تخوف من أن الدنماركيين أيضا كما تعلم لديهم نفس المشكلة في رفض في البداية توحيد العملة ورفض بعض القيود الاقتصادية التي تفرضها حالة الاجتماع الأوروبي. من الممكن كذلك يعني صدرت تقارير أن يكون خروج الاتحاد الأوروبي محفز للدنماركيين في المطالبة باستفتاء آخر، وإذا ما حصل هذا الاستفتاء في الدنمارك يعني هناك معذرة تأكيدات أن تكون الموافقة الدنماركية الأخرى للمغادرة من الاتحاد الأوروبي. نعم. لذلك من الممكن أن تغادر بريطانيا، لكنه لا يمكن أن يهدد وحدة دول الاتحاد الأوروبي. شكرا جزيلا لك سيد باسم العوادي، مدير مركز الصياد للتحليل السياسي، كنت معنا من لندن. شكرا لك على هذه المشاركة. مشاهدينا، بانوراما انتهت لهذه الليلة. أذكركم بعناوين ملفاتها.